انت لسه فيك العاده دي تعاهد وتقول مش هعمل كده وتعمل كده تاني؟ لا استنى وما تخليش الشيطان يضحك عليك، لان راجل جه وسال الحسن البصري فقال: الا يستحي احدنا من ربه يذنب ذنبا ويستغفر منه ثم يعود ويذنب ذنبا ويستغفر منه ثم يعود؟ قال الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. هو الشيطان عايزك توصل للاحساس اللي انت حاسه ده وتيأس من رحمه ربنا. وقال صلى الله عليه وسلم وهو بيروي عن رب العزه انه قال: اذنب عبد ذنبا فقال: يا رب اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل: اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له. احساس قلبك بالندم والزعل على المعصيه توبه، عزمك على ترك الذنب وانك تاخد خطوات تبعدك عن كل حاجه بتوديك للمعصيه دي توبه، انك تلجأ لربنا عز وجل وتعلم ان هو المنجا والملجأ الوحيد ليك دي توبه. واتبع السيئه الحسنه تمحها. مش عملت ذنب وزعلان ومنكسر وندمان ونفسك ربنا يتوب عليك؟ عوض الذنب اللي عملته ده بحسنه، طلع صدقه، اقرأ في المصحف، خلي ليك ذكر، ركعتين في جوف الليل، ولا تيأس من روح الله، فقد اثنى الله على عبد فقال: نعم العبد انه اواب، فكن من الاوابين.